السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أخبار البورصة المصرية وأخبار الأسهم وأخبار السوق المحلي والسوق العالمي. هنبتدي. المؤشر أغلق النهاردة على 17,750 نقطة بانخفاض 0.5%. قيمة التداول كانت 3 مليار و100 مليون جنيه. الأسهم المتداولة 216 سهم، صعود 69 وانخفاض 120. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم بلتون عامل مليار 73 مليون، التجاري عامل 541 مليون، هيرمس 215، مصر الجديدة 155 مليون، فوري 150 مليون. القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع الخدمات المالية 45%، تاني قطاع البنوك 18%، تالت قطاع العقارات. النهاردة كانوا الأفراد بصفة عامة مصريين أجانب عرب بيع، المؤسسات بصفة عامة مصريين أفراد أجانب شراء. دي كانت أخبار السوق وأخبار البورصة المصرية. طب تعالوا نشوف أخبار الأسهم بتاريخ اليوم. أول خبر: ارتفاع أرباح شركة موبكو للأسمدة في نهاية 30/6/2023 بمقدار 67%، حيث وصل صافي الربح إلى 4.7 مليار جنيه. تاني خبر: فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تالت خبر: ارتفاع أرباح مستشفى النزهة الدولي بمقدار 25% خلال النصف الأول من 2023. الخبر اللي بعديه: 23 أغسطس 2023 نهاية حق توزيع ربع سهم مجاني لمساهمين شركة MM جروب. آخر خبر معانا: مدينة نصر سابقا تطلق ذراعها الجديدة لتقديم حلول وابتكارات السوق، أول منتجاتها منصة طوبة. تعالوا نتكلم في الأخبار المحلية. أول خبر: التصديري للكيماويات يقول عودة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى طبيعتها. تاني خبر: صادرات مصر السلعية تتراجع 17% بالنصف الأول إلى 16 مليار دولار. تعالوا نشوف الأخبار العالمية. أول خبر: ارتفاعات جماعية في ختام جلسة الاثنين، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز 1.16%، مؤشر الناسداك ارتفع 0.6%. آخر خبر معانا: وكالة موديس تخفض عدد 10 مصارف أمريكية، وقد تخفض تصنيف بنوك رئيسية. دي كانت أهم أخبار البورصة وأخبار السوق المحلي والعالمي وسوق الأسهم. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد. إن شاء الله انتظروني في فيديوهات قادمة مع كل جديد، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا لكم.